نتمناو من صوتنا يوصل. حنايا متضررين من المشروع ديال اكودال ديال سالا جديده. حنا من 2015 وانا دافع 12 مليون، وانا من ذوي الاحتياجات الخاصه. وهذا السيد ما يضرب، راه نصب علينا مقاول راه نصب علينا. عيينا فهمتيني، كنمشيو للعماله بدون جدوى، درنا اجتماعات فهمتيني، ولكن بدون جدوى. البارح جاو الامهات ديالنا والاباء ديالنا تكرفصوا عليهم، فهمتيني. الامن داهم، ولكن كيديروا خدمتهم، ولكن تكرفصوا عليهم، داوهم سناو الالتزام، وفهمتيني. المهم حنايا اليوم بغينا كانوا اجتماعات مع السيد العامل. ودابا كنطلبوا من كناشدوا صاحب الجلاله، الله ينصرو ويطول لنا في عمره. هو اللي ان شاء الله هو اللي بغينا ياخذنا حقنا. ما يمكنش ناخذ حقنا، حنا راه في المغرب وبغينا حقنا ما يضيعش. بغينا حنا نسكنوا في ديك الدويره ونربيو وليداتنا. انا عندي 2 وليدات، اشنو عندي فينا نمشي وعطي فلوس؟ راه ماشي مليون ولا 2 مليون، راه 12 مليون اللي عاطي. السكن راه موجود، راه واجد. وبالنسبه للسكن راه واجد في سالا جديده. اكودال، مشروع اكودال. ونتمناو من الله صوتنا يوصل للمسؤولين ويشوفوا بعين الاعتبار. وشكرا. اليوم هذا المشروع ديال أكدال سالا جوج بسالا الجديدة بالمدينة الملكية التي دشنت من طرف الحسن الثاني رحمه الله، واليوم اللي كيكمل المشوار امير المؤمنين صاحب الجلاله. كنشوفوا هاد الناس كيفاش تنتهكت الحقوق ديالهم بواحد المشروع اللي بدات الاستخلاصات ديالو من 2015. كنا كجمعويين حقوقيين متبعين هذا الملف بالاراده ديال المساهمين، بالاراده ديال صاحب العقار اللي هي شركه دار الحسن. تبعنا الملف كنكتشفوا فيه خروقات من 2015 والناس كتساهم، علما ان الرخصه ديالو حتى 2017 30 شهر تسعود. علما نزيدكم ان السكن الاقتصادي يسلم في ظرفيه 5 سنوات. هذا المشروع بدا من 2015 ل 2023. هذا المشروع عطات الناس فيه مساهمات كامله وصلت ل 25 مليون، وكان اللي وصل النوار. اليوم كناديو صاحب الجلاله، كناديو المؤسسات النازحه باش تدخل بهذا الملف حمايه لذوي الاحتياجات الخاصه، حمايه للمراه التي هضمت حقوقها، حمايه للعامل المياوم اللي مساهم في هذا المشروع، حمايه للجاليه المغربيه التي نادى بها صاحب الجلاله في كل خطاباته، ونادى بالحمايه الاجتماعيه. مشروع أكدال جوج مشروع لوبي عقاري شبيه بالفساد الذي شاب مشروع باب دارنا وبعض المشاريع الاخرى. اليوم كيمثلوا واحد المبدع اللي وراه ايادي خفيه لا يعلمها الا الله، ما كنتهموا حتى شي واحد. ولكن علاش؟ لان كنلاحظوا بالامس القريب اللي هو البارح الناس جات توقف على حقها، جات غير تطل. كان المفروض السلطه هي تاهلها، هي تنظمها، كيفاش يدخلوا كيفاش يخرجوا. لقاو واحد القمع. حنا ما كنضربوش هنا بالسلطه من حقها توفر الامن، توفر الامان، توفر يعني تجنب الاحتقان. ولكن الطريقه باش تعتقل ناس من 10 الصباح حتى 5 العشيه وعطلق السراح ديالهم، فهذه كنقولوا رساله موجهه كتحمي اللوبي العقاري على ان السلطه في الجن ديالو. ولكن السلطه راها ماشي في الجن ديالو، لان عامل صاحب الجلاله اللي مدينه سالا تدخل في هذا الملف بكل نزاهه هو والاعضاء ديالو من قائد وباشا ووالي وكذا، ولكن لقاو الطريق المسدود. فهو اليوم هذا اللوبي العقاري كيلعب بواحد الخطه جديده اللي كان صرح لي بها انا كمتدخل، والوسيط العقاري ديالو اللي هو صهرو قال لك في نهايه المطاف كيلعب باش يرجع لهم فلوسهم. نهايه المطاف باغي يوصلهم للقضاء، نهايه المطاف باغي يوصلهم واحد التقييد احتياطي. هذا التقييد اللي كيعترف غير بالاموال، ماشي بانك تسال في الشقه، باش في نهايه المطاف باش يعاود يبيع الشقه مره اخرى ممكن ينوض يحط لهم فلوسهم في الصندوق ويزيدوا يخلصوا عليها باش ياخذوا غير المساهمات ديالهم. هذا الشيء حرام. نداؤنا الى تحكيم ملكي، نداؤنا الى تدخل من اعلى السلطات، نداؤنا بتوجيه من سياده الحموشي القائد النزيه، نداؤنا للسيد العماني والسيد العماني والاستاذ ذاك الذي عين من طرف صاحب الجلاله مؤخرا بمحاربه الرشوه والفساد، محاربه عبد النبوي، راني قلت عبد النبوي واستاذ العماني، كلهم عندنا فيهم ثقه. قضاءنا نازيه لان حرك ملفات المبدعين مؤخرا الحمد لله، وحتى هذا راه مبدع، لان الطريقه باش حرر الوثائق ديال الحجز كيشد فيها 15 25 مليون انوار، كانت بواحد الوثيقه عرفيه غاليزيه من طرف الجماعه. واش هذا العضو اللي في الجماعه ولا هذا رئيس الجماعه ما عرفش بان القانون ما كيمنع بان يوثق وثيقه عرفيه بان سالم واحد المبلغ؟ علما من بعد 2012 القانون كيقول لك اي حجوزات في عقار، اي بيع وشراء لازم ان يحرر عن طريق موثق او عن طريق حدود. اذا هنا كاين واحد المبدع جديد في سالا الجديده اللي المفروض يكون معاه واحد التحقيق اللي كيسمح للجماعه ديالو باش توثق هذه الوثائق ديال البيع والشراء، علما
بعد التدقيق والتفحص الاموال هذه كلها مشات في واحد المشاريع في نواحي تيفلت، يعني حقق واحد المشروع قبل استيفاء او قبل ما يتم المشروع الاول، وواحد الاراضي فلاحيه في تيدات في ترقاست، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. ويبقى شعارنا الخالد الله الوطن، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعندنا ان ميساج دوزناه، نتمناو انه يوصل ان شاء الله، حيت عينا بالوقفات بصراحه، وعينا ما نحاولوا نوصلوا الميساج ديالنا، ولكن ما وصلش. وعينا بالوقفات وعندنا لقاءات مع السيد العامل والسيد الباشا، ولكن ما كانت حتى حاجه. حضرنا في اجتماعات حنا دابا 8 سنين هذه وحنا كنتسناو وحنا دافعين رزقنا، ولكن ما كاينش. دخلت السلطه الله يجازيها بخير، دخلت السلطه الله يجازيها بخير، معنا اجتماعات وداروا اجتماعات، ولكن ما كاين حتى شي حل. البارح جينا للمشروع باش نطالبوا، والبارح عاوتاني جينا باش نطالبوا بحقنا، ولكن السلطات ما خلاوش كاع الاجتماع، ما خلاو حتى شي حد تما يوصل لديك البلاصه، وحنا كنا غادي نديروا غير وقفه سلميه، ولكن كانوا تعسفات واعتقالات هذاك الشيء علاش جينا اليوم. وكنتمناو ان الميساج ديالنا يدوز اليوم وتحقق المطالب ديالنا، وحنا ما تنطلبوا حتى شي حاجه، كنطلبوا غير السكن ديالنا، ونتمناو انه يتحقق ان شاء الله.